سلام الله عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبعوا هذا الفيديو. بعد الضجة اللي كان خلقها سي تحفة من الولايات المتحدة الأمريكية بالخصوص قرب اعتقال الأخت المغنية والأم ديالها على خلفية المعلومات اللي تم الكشف عليها بخصوص الحساب الجديد القديم اللي هو حساب سالي برانسيس والشبيه بالحساب ديال حمزة مومبيبي. المعلومات اللي هي خطيرة اللي كنتوصل بها واللي غتجر هاد الثنائي اللي هو الأم والابنة ديالها للسجن بولاية، وأن تحفة كان حلف بالحلف أنه غيتم الاعتقال ديال. أكيد إخواني أخواتي هاد المعلومات اللي هي مؤكدة. بالنظر إلى هاد المعلومات فالخبر اللي توصلنا به إخواني أخواتي العائلة ديال البطماوية اللي كيحاولوا أنهم يتصلوا بسي تحفة من أجل عدم رفع شكاية أو نشر أي معلومة اللي كتخص هذا الحساب، لأن هناك أشياء ربما اللي تقدر تجر العائلة كاملة. كل شيء غيدخل للسجن الوداية، ماشي غير المغني اللي الآن في سجن الوداية، وإنما كل شيء غيدخل للسجن، لأنه الأكيد أن هذه المعلومات اللي كيتوصل بها التحفة من المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أكيد مسؤول هو اللي يكون عنده هذه المعلومات، واللي أكيد عارف بخبايا ديال هاد الناس، وهو أقرب المقربين من هاد الناس. كذلك طليق ديال المغنية اللي عنده ما يفيد إخواني أخواتي، واللي الهاتف ديالو اللي عنده في دولة البحرين، واللي كان ما مرة كيلمح على أنه غيفضح المستور ويكشف بعض الحقائق اللي هي صادمة بخصوص هذا الملف. فاليوم العائلة ديال المغنية بعد كثرة الشكايات اللي ترفعت ضد المغنية وكثرة الشكايات اللي ترفعت ضد الأخت ديالها، فهم أمام واحد الصدمة. هذا الحساب اللي خلق لهم مشاكل كثيرة سواء داخل العائلة أو خارج العائلة، اللي هم مازال كيتبرؤوا فعلا من هذه المغنية، كيتبرؤوا من الأفعال ديالها اللي هي بعيدة كل البعد عن الكرامة، وكذلك العلاقة ديال العائلة البطماوية مع الشعب المغربي. وكما عارفين إخوان أخواتي التاريخ العريق ديال هذه العائلة. فاليوم المغنية اللي صراحة دمرت لهم كل شيء، كاع داكشي اللي بناو هاد العائلة البطماوية فهي دمرتهم، والآن هما كيعيشوا آخر أيام ديالهم والكرامة اللي كانوا كيعتزوا بها. فالأكيد أن هادشي كله المسؤول الوحيد على هادشي هي العائلة ديال المغني، بما فيها الأم ديالها وكذلك الأب ديالها، اللي صراحة كنتأسفوا لعدم خروجه في المنابر الإعلامية ويتكلم في هذا الموضوع. فعلى أي إخواني أخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش لنا باللايكات ديالكم بارطاج. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.